والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. كنتمنى تكونوا بخير في أفضل الأحوال. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة هي الشعرية الرقيقة اللي كتسمى بالسفة، طريقة جديدة كتكون حلوة. نبداو بالمقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا 800 غرام ديال الشعرية الرقيقة ولا بالسفة اللي كنقيوها وكنحطو في الطنجرة نص كاس ديال الزيت و150 غرام ديال الزبده. كما كتشوفوا الزبده كتذوب ومن بعد غادي نضيفوا الشعريه. وكنبداو نخلطو، نستمروا بالتحريك بهذه الطريقه الدائريه باش تحمر مزيان وجميع الحبات يتحمروا كما كتشوفوا معايا. ها هي هو ولا محمر. دابا غادي نضيفو 200 غرام السكر. تديروا السكر على حسب الذوق ديالكم، الا كنتو باغيينو حلو كتر تقدروا تزيدوا، الا بغيتو يكون قل تقدروا تنقصوا. وكنبداو عاوتاني نحركوه لمده 3 دقائق باش يتخلط السكر مزيان مع كلشي وفي نفس الوقت ما يتحرقش كما كتشوفوا معايا. دابا غادي نضيفوا الماء. كنضيفوا في الاول شويه ديال الماء وكنخلطوا كما كتشوفوا بهذه الطريقه. ومن بعد غادي نضيفوا الماء حتى يكون طالع على هاد الشعريه الرقيقه بواحد 3 سنتيم، ونغطيو عليه ونخليوه يطيب. دابا كتشوفوا معايا ها هو كمية تضاعفات. دابا غادي نضيفوا 4 كوب من ماء الزهر ونخلطو ونزيدو نص معلقه ديال قعقله ولا حبه الهيل مطحونه. دابا تقدروا تضيفوا الفواكه المجففه على حسب الاختيار ديالكم والامكانيات ديالكم. تقطعوهم رقاق بحال اللوز، كركاع ولا كاجو، الزبيب، وتقدروا تحطوه هكا نيشان على حسب الذوق ديالكم. كما كتشوفوا ها هي الشعريه جاهزه، كنقدموها في الطبق كما كتشوفوا معايا، وكنديروا معاها قشطه من الفوق وذوقتها انا بلا كاجو بالصحه والراحه. كنتمنى ينال الفيديو ديالي الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بالتعاليق وشكرا.